لو انت من الناس اللي بتدخل المطبخ وناعية هم تلميع الألمونيا والستانلس، النهارده هحللك المشكلة دي بكل سهولة. وعايزة اقول لك ده انت هتستمتعي كمان بغسيل مواعينك والألمونيا والستانلس، وهتخليهم مراية كده وتشوفي وشك فيهم. والكلام ده كله بصفة يومية، يعني كل يوم هتخلي مواعينك كده بتبرق حرفيا. زي ما حضرتك شايفة كده في الفيديو النهارده، احنا لما المواعين بتاعتنا وتحديدا الألمونيا اللي عاملة قلق لناس كتير. الألمونيا دي من الحاجات الجميلة جدا في الطبخ وفي الأكل، ولكن ليها معاملة خاصة في التنظيف. وعشان ننضفها كويس ونخليها بتبرق كده وما شاء الله، يعني تبقى ما شاء الله، يعني حاجة كده بتخليكي نفسيا مرتاحة. النهارده هقولك على الخلطة بتاعتنا النهارده هتستعمليها بصفة يومية. يعني كل يوم هتبقى جنبك كده على الحوض تستعمليها، لان في اخت طلبتها مني وانا ما يعز عليا جدا ان حد يطلب مني حاجة وما اعملهالوش. تعالي بقى معايا كده في الوصفة، حطي لي لايك للفيديو، يلا نشوف الخلطة بتاعتنا ايه النهارده. معايا كده اول حاجه حوالي معلقتين 3، اخليهم 3 معالق من الخل. تمام، عليهم معلقه من ملح الليمون. قلبي بقى ملح الليمون في الخل كده لغايه ما الملح ده يدوب تماما. تمام. اهم حاجه دوب المكونين دول مع بعض كويس جدا، لان هم دول اكتر مكونين هيخلوا لي المواعين الالومنيا تحديدا في حته تانية خالص في التلميع. وخدي بالك انا الصينيه اللي غسلتها قدامك دي في البدايه كانت من النوع الرديء كمان. ده انت لو الالومنيا بتاعتك من نظيفه الحلوه اللي هي المواعين الالومنيا اللي هي ما شاء الله بتبقى نقيه كتير بتبان فيها جدا. طبعا انا حطيت كمان هنا ايه كوبايه الا ربع كده من صابون سائل للمواعين. عايزه تضاعفي الكميه بقى يبقى هتضاعفي الكميه اللي بقولك عليها ديت، اللي انا عاملاها المقادير اللي انا عاملاها دي هتضاعفيها. وخليها كده في ازازه جنبك زي ما هعمل لك دلوقتي. انا طبعا بجيب ازازه كده صغيره واحط فيها الخلطه دي لما بحب المع مواعين واشتغل بيها على التلميع بقى. استلز بقى عندك بقى، عايزه اقول لك بقى استعمالاتها. خدي بقى الالومنيا، خدي الاستانلس، خدي البوتاجاز بتاعك الاستانلس، خدي كل حاجه موجوده عندك ممكن تتلمع. هتلمع لك الخلطه دي حاجه كده سحر في التنظيف وفي التلميع. بصي الصينيه اللي بوريها لك ديت من اللي هي مزنجره، تحسي ان هي فيها كده ايه، فيها صدى الالومنيا. في ناس كتير زمان اهالينا الله يرحمهم يا رب كانوا يقولوا على الالومنيا اللي هي المش حلوه دي اللي زي ما حضرتك شايفه كده، دي بيسموها الالومنيا مصديه، اللي هي ايه، فيها كده زنجرة، فيها الحاجات اللي هي مكان الأكل كتير. تعالي النهارده هقول لك بقى، شوفي بقى بالخلطه بتاعتنا هنعملها ازاي. طبعا انا هوريكي كده قبل وهتشوفي بعد دلوقتي. والاساسي معايا النهارده والطب بقى في الاستعمال هو السلك البلدي. السلك البلدي ده يا جماعه ما ينفعش ما يكونش موجود عندك تماما. طالما عندك الومنيات وعندك ستانلس لازم يبقى عندك السلك البلدي. وزي ما حضرتك شايفه الخلطه كده يعتبر كوبايه بالظبط كده عملتها، لان دي هستعملها للالومنيات بس وللستانلس بس. مش كل المواعين طبعا، او مش كل الحاجات اللي انت هتغسليها في الحوض هتغسليها بالخلطه دي. دي هتخصصيها بس للألمونيات وللستانلس، الحاجات اللي هي محتاجة تتنضف وتتلمع. تمام. هتجيبي بقى الألمونيا بتاعتك كده واديها بقى دعك بقى. عايزه اقول لك بقى طلعي كتله الطاقه اللي عندك بقى، طلعيها كده في التلميع بتاع الالومنيا. والله العظيم عايزه اقول لك بدون مجهود، يا دوبك بس زي ما بوريكي كده. انا يا دوبك بمشي سلكه المواعين اللي هي السلكه البلدي دي عليها، بصي بتطلع ايه. ما بالك بقى لما تدعكي بقى ما شاء الله، ربنا يديكي الصحه كده ويحسن ما بين ايديكي. اتفرجي بقى على اللمعان والجمال بعد ما تخلصيها، حاجه كده قمر وتحفه التحفه. تمام. يبقى انا عندي حاجتين مهمين جدا النهارده عشان تغسلي مواعينك او تخلصي الالومنيا بتاعتك من الزنجره او من صدى الالومنيا زي ما احنا بنقول. حاجتين اتنين، الخلطه اللي احنا عملناهم ما ينفعش ما تكونش موجوده جنبك على الحوض، وكمان السلكه البلدي من الحاجتين المهمين جدا لتنظيف الالومنيا. وخليها تلمع كده معاكي كل يوم كده. انت مش هتخلي عندك ولا صينيه ولا طاسه ولا حله موجوده عندك كده مش حلوه. ليه؟ لانك انت كل يوم بصفه مستمره المواعين اللي بتتوسخ عندك او الالومنيا اللي بتتوسخ عندك او لونها بيتغير، انت على طول بتغسليها، فبالتالي هتلاقيها بتنور معاكي ما شاء الله اللهم بارك. زي ما حضرتك شايفه كده. اديها بقى الدعكه الحلوه دي. وبعد ما هندعكها كده بالخلطه بتاعتنا، خلاص على كده؟ لا مش خلاص على كده، احنا يا دوبك بس بندعكها الاول كده، بنطلع الزنجره اللي فيها وبتطلع الصدى اللي فيها ده. وبعد كده هنديها تاني غسله تانية وهقولك ازاي. بس يلا حطي اللايك لاختك حبيبتك، وما تنسينيش في الدعوه الحلوه الجميله اللي دايما بستناها منكم في الكومنتات. ربنا يسعد قلوبكم يا رب. تمام. هاتي بقى بصي الصينيه بعد ما شطفتها. وعايزه اقول لك النوع الالومنيا ديت من النوع الرديء، يعني مش من اللي هي بتبرق قوي زي ما انت شايفه كده كمان. دي لو من الالومنيا النقيه. اتفرجي بقى على اللمعان بتاع الخلطه دي مع اي الومنيا او مع الستانلس كمان. الخلطه دي تنفع لايه كمان؟ لو عندك البوتاجاز بتاعك من نوع الستانلس
هتبصي تلاقي البوتاجاز بتاعك حرفيا استعمليها للبوتاجاز، عايزه اقول لك هتخليهولك مرايه، هتشوفي وشك كده في البوتاجاز. اللهم بارك يا بنات، هي الخلطه دي في التلميع حاجه قويه جدا، اللهم بارك. ولكن عايزه اقول لك في فرق بسيط، لو استعملتيها للبوتاجاز وللتلميعات على السيراميك او على البوتاجاز هنلغي الصابون السائل المواعين وهنحط كلوركس الالوان. وانا عملتها قبل كده في فيديوهات قبل كده، وما شاء الله في التلميع تحفه. لكن احنا هنا عشان بنغسل الالومنيات فما ينفعش خالص نستعمل فيها كلوروكس تماما. طب بصي بقى الصدى اللي نازل منها، يعني حاجه ما شاء الله، يعني بتطلع بكل سهوله كل الحاجات اللي فيها. اللهم بارك يا بنات، بتلمع الالومنيا بطريقه مش طبيعيه. طبعا الخلطه دي زي ما قلت لك استعمالاتها. اتمنى يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم كده وما تكونش طولت عليكم الفيديو. وطبعا هنا الغطا كمان اللي كنت موريهولك في الاول، انا عايزه اقول لك ما شاء الله اللهم بارك، خلاه بيبرق باقل مجهود. ويمكن انا هنا ما حبيتش ان انا اجري الفيديو عشان ما حدش مثلا يقول دي بتجري الفيديو وما احناش عارفين هي بتعمل ايه. والله ما جريته تماما، غير بس في بعض اللقطات كده اللي هي مش محتاجه ان انا اطول فيها. بصي بقى التلميع وبصي الجمال عامل ازاي. انا عايزه اقول لك الالومنيا بتاعتك هتروح في حته تانية تماما. كمان الحوض الاستانلس بتاعك اللي انت بتغسلي فيه مواعينك ده، عايزه اقول لك بقى اضربي الخلطه دي عليه كده واتفرجي. بصي المواعين ما شاء الله الالومنيات بقت تحفه التحفه. بصي البريق بقى بعد ما كان فيها صدى كده او مزنجره زي ما احنا بنقول، في ناس بتقول عليها زنجره الالومنيا. بالك بقى لو ألمونيا من النوع النضيف كمان هتبصي تلاقيها بتلمع بتلمع، يعني حرفيا حاجة كده قمر. تعالي بقى على الحوض الاستانلس اللي في ناس كتير جدا بتشتكي من تكلساته وبتشتكي ان هو مصفر معاها او اللون بتاعه مش مظبوط كده ومش من اللي بينور. بصي بقى حطي شويه من الخلطه دي ودعكيه بقى، اديله دعكه حلوه جدا وشوفي الجمال. انا عايزه اقولك من غير ما تبذلي مجهود حتى، الحوض بتاعك كده هيبقى مرايه معاكي والاستانلس بتاعه هينطق معاكي كده. وده من الحاجات الجميله اللي المفروض دايما قدام عينيكي يكون بيبرق، لان طبعا انت بتتعرضي فيه لغسيل الاكل وغسيل المواعين، فالمفروض ده دايما بصفه مستمره نظيف ومتطهر كده، عشان خاطر لما تيجي تعملي فيه حاجتك يبقى الحاجه بتاعتك نظيفه وما شاء الله اللهم بارك كده، مش محتاجه ان انت تكوني قلقانه منها تماما. اتمنى الفيديو يكون خفيف على قلوبكم يا رب ويا رب كده الفيديوهات بتاعتي تكون بتعجبكم. وطبعا انا ببقى فرحانه جدا جدا بتعليقاتكم الجميله، ربنا يحفظكم ليا ويخليكم ليا احلى اخوات في الدنيا واحلى ناس في الدنيا، بحبكم في الله. وان شاء الله كده يا رب نتقابل في فيديوهات جديده، وتحت امركم في اللي تطلب مني اي فيديو ان شاء الله اعمله لها باذن الله. ادي شكل الحوض. الحوض ما شاء الله بصي بيبرق ازاي وحرفيا بينور، اللهم بارك. يلا اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.